ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، وهي علامة قلب النون الساكنة والتنوين. علامة قلب النون الساكنة والتنوين. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، هكذا كما ترون أمامكم، نون فوقها ميم صغيرة، نحو من بعد. انظروا إلى النون من كلمة من، بدلا من أن يكون فوق النون سكون وضعنا ميم صغيرة. أم بورك، أيضا النون فوقها ميم صغيرة، دليل على أننا قلبنا النون إلى ميم. أم بورك. وأيضا كلمة أنبئهم كما ترون. اللوحة التي تلي ذلك تبين لنا علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، وهي الحركة الدالة على التنوين، هكذا. إن كان تنوين رفع كما ترون، الضمة الأولى تدل على ضم الحرف، الضمة الثانية لا نضعها ونضع بدل منها ميم صغيرة. الفتحتان، الفتحة الأولى تدل على فتح الحرف، وبدل الفتحة الثانية التي هي علامة التنوين نضع ميم صغيرة. كذلك الأمر بالنسبة للكسرتين، إن كان الحرف منونا مكسورا نضع بدل الكسرة الثانية التي هي علامة التنوين نضع ميم صغيرة. والأمثلة كما ترون أمامكم: سميع بصير، ضمة واحدة وميم صغيرة. جزاء بما، فتحة واحدة وميم صغيرة. شيء بصير، كسرة واحدة وميم صغيرة.